مش كل مكالمة بتجيلك معناها إن حد اشتاق لك. في مكالمات ما بتجيش غير لما حد يحتاج لك. خليك معايا شوية، أنا مش هكلمك عن تحليل ولا عن فكرة كبيرة. اللي معايا النهاردة مشهد بسيط، وانت قاعد في حالك تليفونك بيرن ويظهر اسم واحد صاحبك. بترد وانت تقريبا عارف المكالمة دي رايحة على فين بالظبط، مش عشان انت حفظتها ولا عشان هي بتتكرر بنفس الشكل، لكن لأن الإحساس نفسه عدى عليك قبل كده. إحساس إن المشهد بدأ ودورك مستنيك عشان تقوم بيه زي كل مرة بالظبط. تسمع كتير وتسكت كتير وترد قليل من غير ما تجرح ولا تعاتب. طيب، جاهز؟ جاهز. ويبدأ يحكي عن يومه، عن مشكلة، عن حاجة مضايقاه. بيحكي بالراحة كأن انت المكان اللي بيرتاح يتكلم فيه، وانت سامع بجد، مش مستعجل ترد ولا حتى بتجهز رد. مش مجاملة ولا واجب، ده الطبيعي اللي بيحصل لما حد يحس ان اللي قدامه قريب. تعلق في الوقت المناسب، تقول كلمتين يهونه من غير ما تقطعه ولا تحاول تقفل في الكلام. بتسيبه يطلع كل اللي جواه لحد ما يخلص، وساعتها بتحس ان وجودك فرق، وانه فعلا خرج من المكالمة دي اخف شوية. تمام كده، الدور خلص. بس الحكاية دي ما بتحصلش مرة وخلاص، لا، مرة محتاج يحكي، مرة محتاج رأيك في حاجة، مرة محتاج حد يسمعه من غير ما يقطعه، ومرة محتاج انك تساعده. مش شرط تكون خدمة ولا طلب مباشر، ممكن يكون احتياج أبسط من كده بس متكرر، وانت موجود في كل مرة من غير ما تحس انك بتعمل حاجة زيادة. وتعدي وتكمل، لكن بيفضل جواك سؤال لسه ما اتقالش. في شوية حاجات عدت عليك وما أخدتش بالك منها غير متأخر. إن المكالمة دي عمرها ما بدأت عنك ولا انتهت عندك، دايما هو اللي بيبدأ وهو اللي بيخلص. ولا مرة كان الكلام عنك ولا ساب مكان ليك، الكلام كان دايما ماشي في اتجاه واحد، وانت سايبها تمشي كده عشان فاكر ان ده الطبيعي. وفي مرة كده بعد ما المكالمة تخلص تقعد مع نفسك شوية، مش زعلان ولا متضايق، بس حاسس ان في حاجة لسه ما خلصتش. وتيجي الفكرة فجأة، مش لانك كنت بتدور عليها، لا، لكن لانها كانت قريبة قوي. ان اللي حصل ده مش جديد، ان الاحساس ده عدى عليك قبل كده، يمكن مع نفس الشخص ويمكن مع غيره. تلاقي انك دايما اللي بيسمع واللي موجود واللي الدور بيروح له من غير اي طلب، وانت عمرك ما سألت نفسك ليه. يمكن عشان كنت فاكر ان ده طبيعي وان ده معنى القرب. ومن هنا بقى الموضوع مش بيقف، بتكمل حياتك عادي وتضحك وتتكلم وترد على ناس تانية، بس بقيت تحس انك كنت بتسمع اي حد. بقيت واخد بالك اكتر، مش من الكلام، من المساحة. مين اللي بيحكي ومين اللي بيسمع، ومين له مكان ومين لأ. بتعدي أسماء في دماغك من غير قصد، ناس قريبة وناس كنت فاكرها قريبة، مش عشان تحكم ولا عشان تزعل ولا عشان تغير حاجة دلوقتي، بس عشان تبقى فاهم إن اللي حسيته ما كانش جاي من مكالمة واحدة ولا موقف واحد، ده كان جاي من تكرار كان بيحصل وانت فاكره عادي. وانت قولي، شايف نفسك فين في الحكاية دي؟ الشخص اللي بيحكي ولا اللي بيسمع دايما، ولا الاتنين في أوقات مختلفة؟ على فكرة، أي تفاعل منك بالكومنت أو حتى لايك بيفرق فعلا. يوتيوب لما بيلاقي تفاعل على فيديو بيوصله الناس أكتر، وده اللي بيخلي القناة تقدر تكمل. لو الحكاية دي لمستك سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا الصوت.